يعني اذا عرف السبب بطل العجب، والحمد لله عرفنا السبب بتاع انتشار الكلاب الحمد لله. هي ثورة يناير 2011. صح. انا كده، انا مش كده يا فاطمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في هذا الفيديو ان انا احكي لكم نبذة عن طفولتي. اسمحوا لي يعني لو ما فيهاش اساءة ادب ان انا احكي لكم نبذة عن طفولتي. بسم الله، اسمع مني الحتة دي بقى. انا نشأت وترعرعت، انا مواليد التسعينات، ونشأت وترعرعت انت هتعيش الدور على ان انا بجري ورا القطط في الشارع. وفضلنا انا والعيال اللي زيي نجري ورا القطط في الشارع لحد ما كبرنا وعقلنا وما بقيناش نجري ورا القطط ولا حاجه، بقت القطط هي اللي بتجري ورانا. ربنا نصرني. بعد سنه 2023 لما اشتريت العربيه لاحظت حاجه غريبه جدا. اشتريت العربيه واشتريت لها غطا، وبعدين لاحظت ان الغطا بيتقطع والعربيه بتتخربش. ايه يا جدعان في ايه؟ انا عملت ايه طيب؟ اوسخ من كده مفيش. لقيت ايه بقى يا سيدي؟ انه في كائن كده هو اللي بيطلع فوق العربيه، تمام، بينام وبيعمل كل حاجه، يعني بيتعايش حياته الطبيعيه فوق العربيه، وبيقطع الغطا كجزء من الطقوس بتاع حياته. كائن مؤذي منايل ب60 نيله هو اللي بيفعل هذه الفعله الشنعاء. عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من. ما كنتش اعرف ايه هو الكائن ده اللي بيعمل الجريمه ديت. يعني انت طلعت نمت وكلت وشربت وعملت، بص عملت كل وعلاقات جنسيه كامله اللي انت بتقطع الغطا ليه طيب؟ وبتخربش العربيه ليه ومبهدلها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كائن مؤذي شرير. فين وفين بقى يا سيدي لما عرفت ان الكائن ده اسمه كلب. بيبقى بقى كائن كده براس، حط لكم صورته، براس وديل وعنده 4 رجلين. كلب ما كناش نسمع عنه بقى احنا ايام التسعينات. الكلب ده كناش نعرفه. السبب اللي مخليني طالع اقول الكلام ده ايه؟ انه انا كان عندي تساؤل، الكائن ده جه منين؟ يعني الكائن ده اصلا دخيل على البيئه بتاعتنا، جه منين الكائن ده؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ فالسيد وزير الزراعه طلع في مداخله مشكورا مع عمرو اديب، وهو كان بيساله عن ظاهره انتشار الكلاب الضاله في الشوارع، واللي هي بقت قطعان ما شاء الله، يعني بقت كميات مهوله. يعني من 8 ل 14 مليون كلب ضال. ده اللي موجود فعليا. مش عارف بقى هل ده بسبب ان اداره الطب البيطري مثلا يعني بعافيه شويه، مش عارف، ما اعرفش، بس هو انا كان ده تخيلي ان الكائن ده اكيد انتشر بسبب انه الاداره المسؤوله عنه يعني يمكن عندها نقص موظفين، يمكن مش عارف، ما اعرفش، يعني اكيد في مشكله، في خلل ما يعني. يا سيدي السيد وزير الزراعه قال انه السبب في انتشار هذه الكلاب الضاله هو الحقيقه ان هو تزايد بعد ايام الثوره. ثورة يناير 2011 هي السبب، اللي كانت من 15 سنة، هي السبب بقى في انتشار هذا النوع من السلالات. صح. انا كده، انا مش كده يا فاطمه. بيقول السبب بالتحديد انه في وقت ثورة يناير كان في قمامة في الشوارع وعشوائيات، وانه القمامة والعشوائيات ديت بقى طبعا معروفة، يعني كلب وكلبة لقوا قمامة ولقوا عشوائيات يتكاثروا فورا. نتايا زي الجمل يا عم بقول. ده يعني لما دورت لقيت انه ده يعني ده معروف، يعني لما يبقى في عشوائيات وقمامه وبالتحديد ثوره، خصوصا ثوره يناير، على طول كلب يشوف كلبه يتكاثروا فورا. فالحمد لله يعني اذا عرف السبب بطل العجب، والحمد لله عرفنا السبب بتاع انتشار الكلاب الحمد لله. هي ثوره يناير 2011. صح. ربنا بقى يخلصنا من هذه الظاهره، يعني نسال الله يعني ان تحصل اي حاجه بقى تخلصنا من الظاهره بتاعت الكلاب الضاله دي. ما اعرفش الحقيقه يعني ايه اللي ممكن يحصل، ما اعرفش بقى ثوره مضاده مثلا. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. بس ان شاء الله يعني تحصل حاجه، ربنا يكرمنا وتحصل حاجه تخلصنا من هذه الظاهره، لانها بقت منتشره قوي بصراحه. شكرا. السلام عليكم.